بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسهل طريقة ل30 ختمة للقرآن في شهر شعبان في دقائق معدودة. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لما نشرنا هذا الجدول الخاص بختم القرآن في شهر رمضان، والجدول متقسم، اللي عايز يختم كل يوم يعمل ايه، واللي عايز يختم كل 3 ايام او كل 5 ايام او كل اسبوع. طبعا بعض اخواني واخواتي حفظهم الله ورعاهم وجزاهم عنا كل خير قالوا لي يعني ممكن يكون الجدول صعب جدا، خصوصا على الناس العاملين والموظفين. قلت طيب أنا هقول لحضراتكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فاحنا هنقول حاجة بسيطة جدا، هنقول طيب نخليها مثلا 5 ختمات للقرآن في شهر رمضان. نعملهم ازاي اقول لحضراتكم، وبعدها اقول لكم بقى على اسهل طريقة ل30 ختمة في شهر شعبان. ال5 ختمات نقدر نعملهم بكل بساطة ان احنا هنقرأ كل يوم 5 اجزاء. مش لازم ان احنا نجمع ال5 اجزاء كلهم مرة واحدة، هتبقى صعبة. انما بكل بساطة حضراتكم ان شاء الله هتصلوا الفجر، بعد الفجر هنقول اذكار الصباح. بعد اذكار الصباح عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقت كبير جدا لحد الشروق عشان نصلي ركعتين الضحى بعد الشروق بربع ساعة، وناخد أجر حجة وعمرة تامة بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن بعد أذكار الصباح نقرأ جزء قرآن أو جزئين، خليهم جزء واحد. تمام كده؟ طيب والجزء التاني واحنا رايحين الشغل، إما إن احنا هنكون راكبين وسيلة مواصلات أو بنركب الباص بتاع الشغل، واحنا قاعدين بدل ما نقعد نتكلم مع اللي جنبينا ونقعد نقول فلان عمل وفلان سوى، لا نقرأ جزء قرآن واحنا رايحين. ادي كده جزئين. مش هنقرأ جزء في الشغل لان الشغل ده وقت مستقطع للعمل فقط. تمام كده؟ انما ممكن اثناء الشغل ننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى مع الشغل اللي احنا بنعمله. واحنا راجعين يا حبايبي برضو واحنا في الباص او واحنا في الاتوبيس اللي احنا هنركبه او وسيلة المواصلات هنقرأ الجزء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى. والجزء الرابع هنقرأه بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. والجزء الخامس نصلي بيه قيام الليل إن شاء الله حتى وإحنا قاعدين على الكرسي أو وإحنا قاعدين على الأرض. لو مش قادرين إن إحنا نصلي قيام الليل وإحنا واقفين، نصليه وإحنا جالسين. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى بكل يسر وبساطة، ووالله ما هتشعروا بأي تعب. كده قرأنا 5 أجزاء كل يوم. ولو كان صعب على بعض الناس يبقى كل واحد يا حبايبي يقرأ على قدر الاستطاعة، بس نخش بقى على النقطة التانية اللي هي استحضار النية الطيبة. كل واحد فينا هيستحضر النية انه لو كان عنده وقت اكتر من كده لكان يختم القرآن كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا النية لا نتلفظ بها، وإنما النية محلها القلب، يعني من جوايا كده ومن جواك ومن جواكي كل واحد فينا ينوي: والله يا رب لو عندي وقت والله لكنت ختمت القرآن كل يوم مرة. وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالنهار ومرة بالليل، رحمه الله رحمة واسعة. يبقى إذن نستحضر النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما في الصحيحين، قال للصحابة وهم في تبوك يعني على بعد حوالي 1000 كيلو، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة في رواية حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض. يبقى إذن الإنسان يدرك بحسن النية أجرا عظيما جدا. قال بلال بن سعد: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال أبو سليمان الداراني قال: يعني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله.
وقال الإمام أحمد بن حنبل لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. ولذلك ننتقل بقى للجزء الأخير. يبقى أول حاجة إن احنا ممكن نختم القرآن كل يوم 5 مرات، وقد دللت حضراتكم على الطريقة. طبعا سامحوني على الصوت لأني مريض جدا، عندي نزلة شعبية على صدري وصوتي يعني مش قادر أتكلم، لكن والله بحاول بقدر الإمكان إن أنا أرد على أسئلتكم في أسرع وقت حتى لا أتأخر على حضراتكم. فيبقى الخطوة الأولى عرفت حضراتكم إزاي نختم كل يوم 5 أجزاء، يعني نختم في الشهر 5 مرات بكل يسر وسهولة. والكلام ده للموظفين، يعني اللي قاعدين بقى ومتفرغين أو على المعاش، اللي عندهم وقت أكتر من كده بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا اللي ما قدرناش نختم ال5 أجزاء، طب نقرأ على قدر الاستطاعة، لكن نستحضر النية إن لو كان عندنا وقت والله يا رب كنا نختم القرآن كل يوم. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نخش بقى على الخطوة الأخيرة. طيب مانيش قادر أقرأ كل يوم إلا جزء واحد فقط مثلا، تمام، لكن برضو نفسي أخد أجر كبير جدا في ختمات القرآن. نخش بقى على الخطوة الثالثة، إن إحنا ممكن نختم 30 ختمة للقرآن في شهر شعبان، بل وأكثر من ذلك في دقائق معدودات. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الله أكبر. طبعا تعدل ثلث القرآن في الثواب وليس في الإجزاء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لو دخلت الصلاة قلت الله أكبر ولم أقرأ الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد 3 مرات، فإن ذلك يعدل القرآن كله. لكن لو جيت بقى كملت الصلاة من غير ما أقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، لأنه لا صلاة إلا بأم الكتاب. يبقى تعدل ثلث القرآن، ولو قرأتها 3 مرات تعدل القرآن كله، لكنها لا تغني ولا تجزئ عن قراءة الفاتحة. يا حبذا بقى لو عملنا الموضوع دوت في قيام الليل، بمعنى إن لو صلينا قيام الليل وقرأنا كل هو الله أحد بعد الفاتحة طبعا في الركعة الأولى مثلا 3 مرات أو 6 مرات أو 20 مرة على قد ما نقدر، وفي الركعة الثانية نفعل ذلك. شوف كم ختمة ممكن تتكتب لنا. مع خدوا بالكم مش معنى كده أن أقرأ كل والله أحد واكتفي بذلك ولا أقرأ في القرآن، لا، بقول نقرأ على قدر الاستطاعة، ثم نعوض ذلك بأن نكثر من قراءة كل هو الله أحد، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت لحضراتكم 3 مستويات في غاية الروعة. اللي عايز يقرأ كل يوم 5 أجزاء قلت لكم على الطريقة بكل بساطة. اللي مش قادر ممكن يقرأ جزء ويستحضر النية أنه لو عنده وقت يختم القرآن كل يوم كان ختمه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجزء الثالث أو المستوى الثالث إن احنا يعني نقرأ على قدر الاستطاعة ونكثر من قراءة قل هو الله أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.